اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ يوم من حياتي حبيت أشارككم يومي. اليوم روتين غداء وعشاء. هنايا أنا مسوية عشاء فلافل ومقالي باذنجان وفنجر. ونبلش بتكملة الفيديو. هنايا صدف غداء حسوي تشريب دجاج، سوب الدجاج الأصفر المعتادين عليه العراقيين. مرات نسوي أصفر ومرات أحمر. هنايا أنا مقطعة الدجاج وغاسلته وخليته على جهة. ضفت كمية من الزيت وقليل من البصل. حبيت أخلي هذا البصل الطوال الأخضر مالت الأكل، عادي مو مشكلة، كله نفس الشكل ونفس الطعم. ضفت كم حبة بطاطا، أو يعني هي حبة قطعتها 4 مكعبات. بعد ما شوحوا ضفت قطع الدجاج، منقعته بالخل وغاسلته كل جزين. صار له ما مسوية هاي تشريب الدجاج على طول، يعني اسوي الدجاج بالفرن، اسوي الريزو، اسوي المقلوبة، تبسي دجاج. بس هالمرة زوجي قال لي مشتهي، يعني قبل يوم صادف حكينا، قال لي مشتهي تشريب دجاج صفرة. قلت له ايه اوكي ان شاء الله باكر اسوي لك. هنا بعد ما ضفت الدجاج ضفت الكاري وضفت الكركم. التشريبة الدجاج ما تحتاج يعني هواي منكهات أو بهارات نخليلها أو توابل حسب تسمياتكم. هنا ضفت ورق الغار. لازم نومي بصرة أو نومي اليابس، بس صادف ما عندي. حركته كل الزين حد ما شوي يتغير لونه وينحمى الزين. أضيف كمية من المي. أكلة شتوية وطيبة وما تنمل. هو الدجاج يعني كلش طيب، شلون ما نسوي كلش طيب، كل نكهاته وكل تفاصيله. احنا على طول يعني اكثر من السمك واللحم ندخل بنظامنا او باكلاتنا كل الدجاج. هنا صادف من الليل جايبين لبلبي هواية، ف زاد المي مالته كلش هواي، فقلت خل استغل الباكر اسوي بيه تشريبة دجاج. فصار طعمها كلش طيب، وقوامها ثخين وكلش طيبة ولا غلطة. فقلت حرامات ليش اذبه، راح استغله. صادف زوجي مشتهي واحنا عندي كمية بقى، فاستغليته وضفته فوق تشريبة الدجاج، وضفت شوية بعد مي. حركت شوية وضفت كمية من المي. خليته يتهدر على راحته. وبعد ما استوى اجت اتأكدت مستوي، صبيت. صادف بس زوجي بهذا الوقت لانه كان كلش جوعان ويريد يروح للدوام مالته، فهذا كان قوامها او طعمها او ريحتها كلش طيبة. صبيت بس الزوجي هنا قطعة خبز، وهم يعني خليت ضفت السوب وقطعة بطاطا وقطعة دجاج. سوى السلطة وبصل أخضر وطرشي. احنا صادف اني والاولاد تغدينا العصر لانه شوي قاعدين متاخرين، شوية نظامنا تغير من اجت العطلة، نسهر بالليل ونقعد متاخرين، كلنا نفس النظام. انا مرات اقعد اطبخ وارجع انام، او حسب يعني فراغي او شغلي. كان هذا غدانا، والحمد لله والشكر على النعمة، يا رب يزيدها. هنايا بلشت بالعشاء. صادف نفس اليوم
عندي فلافل وبطاطا وباذنجان راح أقليه وسلطة. هنا من وقت مقطع الباذنجان ومنقعته بمي وملح، قليت هالكمية مالت الفلافل وهذا بعد ودا أقلي، وهنا دا أقلي بالباذنجان وهاي البطاطا. هاي الكمية قليتها البطاطا أكثر شي لأنه الأولاد كلش يحبوها. بعد ما قليت وكملت جبنا بيبسي وجبنا صمون حار. احنا بالفلافل لازم صمون حار. عندي انا خبز صادف هسه توني خابزة حار بس لا يعني متعلمين. شوفوا الجمال، شوفوا الشكل. احنا العراقيين كلش نحب الفلافل. يعني اكو ناس كل يومين كل 3 ايام تاكلها، احنا لا كل اسبوع او كل 10 ايام اسويها مرة. سويت السلطة واني اضيف لها ثوم واضيف لها سمسم واخلي البهارات اللي هو يخلي لي اياها ابو المحل والعنبشي اكيد. اطيب فلافل وكلش مشهية وما تنمل. انا اجيب كمية وافرزها، ومرات اني اسوي بالبيت بس هاي الفترة ما اسوي لانه عطلت محضرة الطعام مالتي او هي الخاصة مالت المثرامة مالت اللحم ومالت هاي السوالف والله عطلت. فقلت يعني هو رخيص ومتوفر فاجيبن يعني كيلوين او كيلو ونص ومرات كيلو حسب. اخلي كل نصف كيلو بكيس يعني هو اقول له بالمحل والبهارات واحد واطلعها نفس يعني اطلعها وبعدين يعني اضيف البهارات عبال كيسة ونجابتها. وهاي اطيب واكبر لفة وكان طعمها كلش طيب. شوفوا الجمال والله بتشهي. الفلافل حار والمقالي حارة هماتين والصمون حار ومكسب، وكان هذا عشانه. سهمنا وسهمكم ألف عافية. لا تنسون تعليق واشتراك ولايك ومع السلامة.